صاحب القصة يقول: أنا شمرتي جاية قريبة من الكوزينة تاع الدار، مولف نسهر مع الفيسبوك نتفرج أفلام في التلفزيون ولا نلعب الجو في البيسي تاعي. أيا كنت نسمع الحس في الكوزينة قصة 11 تاع الليل 12 تاع الليل هكذا. أيا كي نروح الكوزينة نشعل الضو ونشوف ما نلقى والو، نعاود نرجع لشمرتي وخلاص. حتى ولات هذا الجاست كل يوم تصرالي كيما هكذا. أيا في واحد الليلة من الليالي قلت لماما خلي لي عشايا فما في الكوزينة، خلي كي نجوع نجي ناكل. هيا ماما قالت لي تلقى الطعام ومرسو تاعك تاع الدجاج محطوط في الثلاجة. قلت لها يا صح. سمعت الأذان تاع العشاء أذن، نط رحت توضيت وليت صليت وبقيت مريح في بلاصتي. مرة نكونيكتي، مرة نتفرج على تلفزيون، مرة نحكي مع صحابي. كي دار نص الليل 12 هكا حسيت بالجوع، نطت رحت للكوزينة شعلت الضوء وحليت الثلاجة، وهنا كانت المفاجأة. لقيت الطبسي تاع الطعام بصح لابار تاع الدجاج ما كانش، مع العلم انه دارنا كانوا كامل راقدين وما كانش اللي يروح لابار تاعي. حكمتني الفشلة وتما كونفورميت باللي هذوك الناس هما اللي داو الكويس نتاعي. استغفرت وشهدت ورجعت رقدت في بلاصتي حتى الصباح. كي نط الصباح رحت ديريكت عند ماما وحكيت لها وصرالي. ايا ماما قالت لي انا تاني مولفات صرالي، بصح راهم الناس تاع خير يا وليدي ما تخافش. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.